أخوك جهاد فلسطيني عربي، ولدت في فلسطين. جدودي من هون وبعرف ليش بلد غيرها. في بداية الألفينيات كانت السينما المصرية بتحاول تلاقي نفسها وسط التغيرات الكبيرة اللي بتحصل في العالم. فجأة تلاقي فيلم شكله شبابي بطولة مصطفى قمر وهاني سلامة وطارق عبد العزيز ونور وموناليزا، ورايح ناحية الأغاني والإعلانات والحب، وفجأة يقطع المشهد وندخل ناحية فلسطين. انتفاضة وشخصية فدائية بتحاول تحضر عملية استشهادية. هتيجي تسألني إيه اللي جاب ده على ده؟ وإزاي فيلم بالشكل ده يبقى بيحاول يتكلم عن أخطر قضايا الوطن العربي في وقتها وفي وقتنا الحالي؟ فيلم اصحاب ولا بيزنس بيطرح اسئله كتير حول دور الاعلام وسطحيه الشغلانه، وازاي ممكن الانسان يتغير لما يشوف الحقيقه بعينه. يلا بينا نغوص في احداث فيلم اصحاب ولا بيزنس. انا سعد وده برنامج المفتش الفني. واول دور معانا وهو دور مصطفى قمر اللي قايم بدور كريم، وهو طالع في صورة إعلامي اللي بيحاول يمشي الشغلانة عشان يعمل شو، ومش مركز غير في الشو والإعلان، وبيدور على الكاميرا اللي تظهره كويس بس مش لازم تبقى بتظهره على الحقيقة. في المقابل هنلاقي هاني سلامة قايم بدور طارق زميله وأحيانا خصمه في الشغلانة، وطارق مش أقل سطحية من كريم ولكن حاد شوية وبيحاول دايما يسبق في أي سبق. الاتنين من الآخر بيتعاملوا مع الإعلام إن هو سبوبة، لكن الصدمة بتبدأ لما مدير القناة أدهم اللي هو قام بدوره الله يرحمه سامي العدل يقرر يستخدم الانتفاضة كوسيلة لزيادة نسب المشاهدة عندهم في القناة. وهنا الفيلم بيرفع المراية في وش الإعلام وبيقول لنا حتى القضايا الكبيرة ممكن تبقى مادة استهلاكية. القنوات مش بتدور على الحقيقة ولكن بتدور على الترند. والشخصية الثالثة معانا شخصية سلمى اللي قامت بدورها الفنانة نور، المخرجة اللي بتحاول تمشي في وسط الدوشة، بتمثل الضمير المشوش وطبعا بتحاول تداري مشاعرها ولكنها دايما شايفة التناقضات قدامها. وفي معانا برضو زينة اللي قامت بدورها الفنانه موناليزا، المعده اللي بتحاول تلاقي نفسها في الشغلانه وسط الابطال، وشخصيتها بتمثل صوره الناس العاديه اللي بتصدق اي حاجه بتشوفها على الشاشه. ولو جينا نشوف اهم شخصيه في الفيلم وهي شخصيه جهاد اللي قام بدورها الفنان عمرو واكد. جهاد هو الفدائي الفلسطيني اللي بيقابل كريم في لحظه مفصليه. شاب حلمه بسيط وحلمه الوحيد انه يتصور وهو بيستشهد عشان يوري العالم ان عنده قضيه حقيقيه. وعمرو واكد قدم شخصيه جهاد بهدوء وبدون فزلكه خالص، وده اللي خلى لحظاته توصل اكتر. والمشاهد طبعا اللي كان بيشرح فيها هو هيعمل ايه كانت من اقوى لحظات في الفيلم. لا بقى تشوفوها هلا، العمليه صارت بتصير وراح تصير كل يوم، لان من وسط العمليات الثقيله الكثيره اللي بنعملها ضد السفاحين الاسرائيليين صار شيء بطير النوم من عندهم، خليهم يعرفوا ان احنا مش راح نفرط في حبه رمل من ارضنا، وان ديارنا راح ترجع، القدس راح ترجع. وفي مشهد مهم جدا لما جهاد يطلب من كريم يصوره وهو بيوجه رسالته قبل التفجير، الكاميرا بتبقى شايفه اتنين، واحد اللي هو جهاد بيقدم حياته والتاني اللي هو كريم اللي لسه مش فاهم قيمه الصوره دي. وهنا طبعا بيتحول كريم وبيرجع من الرحله مش زي ما راح الرحله، واللحظه اللي بيشوف فيها التفجير في الشارع وسط ناس مش فارق معاه حاجه هي دي اللحظه اللي بتكسر جواه كل حاجه. وجينا بقى المشهد لما طارق بيواجه كريم بعد الجحر وهو مش مصدق التغيير اللي حصل له بعد السفريه. قدم تفاهات وما نقدم حاجه عليها القيمه يطردونا، وانت يا استاذه ما قلتلوش ازاي دخلنا الارض المحتله بسرعه وبسهوله تحت يافطه نتورك 2000، وانت بقى مش عارف فلوس الكتير اللي بتقبضها من مين ومين اللي بيمولها، وانت لسه عارف دلوقتي. وده بيورينا ازاي ممكن الناس اللي حوالينا مش جاهزه تشوف التحولات اللي في حياتنا، خصوصا لما بنبقى فجاه بنفكر. ورغم ان الفيلم بيبان انه خفيف وشبابي لكنه ظهر في وقت كانت مساحه الكلام عن فلسطين وقضيتها شبه منعدمه في الاعلام. وكنت بقرا مقال عن الفيلم بيقول لك ان الفيلم واحده من المحاولات النادره وقتها لطرح القضيه الفلسطينيه في السينما المصريه، ده من غير شعارات مباشره، وده خلى الفيلم ليه أهمية كبيرة جدا وقتها ولحد وقتنا هذا. فيلم أصحاب ولا بيزنس كان مشروع فني مش واضح ملامحه لكنه اتولد من إحساس حقيقي وصادق. فيلم فيه تناقضات ويمكن يكون خفيف قوي على قضية كبيرة زي فلسطين، لكنه يفضل علامة على محاولة إن الفن يتكلم حتى لو مش دايما هيصيب. اللي بجد لافت بقى للنظر إن وقت لما كان الكلام ممنوع عن فلسطين كان لسه في ناس بتحاول تقول حتى لو كانت كلمة صغيرة، تقول لو كلمة حتى لو كانت اتقالت جوه كليب. وطبعا الفيلم بيقول لنا إن الإعلام مش دايما بيشوف، وإن في فرق كبير قوي بين الصورة اللي بتطلع على الشاشات غير الواقع اللي بتعيشه على الأرض. وحتى وسط ما كان في تزييف وصمت كبير على القضية الفلسطينية، الفيلم ده كان عنده جراءة يفتح الكلام، مش لأنه أفضل فيلم، لأنه نابع من إحساس حقيقي مش حسابات سوء. ونيجي لسؤال الحلقة، هل أنت شايف إن فيلم أصحاب ولا بيزنس نجح في فتح الكلام عن القضايا السياسية والاجتماعية وقتها؟ وهل كان ممكن الفيلم ده يبقى ليه تأثير أكبر لو كان اتنفذ بطريقة أحسن؟ ما تنسوش تكتبوا رأيكم في الكومنتات وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. كان معكم سعد من برنامج المفتش الفني. سلام.